اوبا يا سلام. هي شبه الخنفسه فعلا. عايز اروح. هو اساسا ماشي يعمل كده. وليه رجل وليه حديده وليه ايه ده البتاع ايه ده؟ لا 3 أجيال في الشارع، ذكرياتنا هنا ولا عدينا وخلاص؟ اهلا. يعني اول فاست فود فتح في مصر بتهيألي ويمبي. بس ويمبي انا عارفه ويمبي يعني هو فتح جديد حتى لونه احمر وكده. طلع التقليد دلوقتي بس حاجة تانية خالص. ده كان زمان مطعم اصلا قديم، فعرفته من لما فتح الجديد. في فترة كده اختفى وبعد كده رجع تاني دلوقتي بشدة اصلا. طب ما تفكرنا ده ايه الاول يا وليد؟ يا انا ما قلتش. اصل انا بس بتعامل على ان الناس عارفة. يعني انا عارفه الويمبي الجديد وجربته حتى. في ناس ممكن تفتكر توكيل عربيات، فاهم؟ تخيل. تقريبا ده ويمبي القديم ما شفتوش. ده اول برجر في مصر. ياه، اول واحد. كانت الميل المفضلة عندي في ويمبي هي ان انا اطلب كبدة الفراخ. ما كانتش منتشرة في المطاعم في الوقت اللي كان فيه ويمبي ده. مش عارف يعني ده كان في المهندسين ولا ده كان في الهرم ولا كان في ده اعتقد روكسي ده. خليفة المأمون. بالظبط. اصل عندنا منطقه يعني في الهرم بنقول دي ويمبي، محطه ويمبي بالظبط. اعتقد كان هناك في فرع. كنا نقعد وناكل احلى اكل واحلى برجر. انا ليه ذكريات معايا دلوقتي بقى. بس كله اتقفل، مش عارفه اتقفل امتى وليه هو لا مش قادر اتحقق. هو ده ستيج وشبه القاعه. مش عارفة ده ايه ده. هو الشاشه البيضاء دي بتفكرني بالسينما، بس الستيج ده مش ستيج سينما. ده النادي ده مسرح. ما عندناش عليكي حاجة اسمها سينما صيفي؟ يعني دي سينما اصلا بالستيج بتاعها ده سينما. عايز اروح. بيبقى اسمها سينما ايه؟ ليها اسم؟ دي سينما ايه، فاتن حمامه؟ لا مش قصدي. سميت اسم صريح. انا بنتكلم في سينما صيفي طبعا. سينما صيفي. ايوه اللي بتبقى بره دي. بكرهها. بس الكراسي شكلها مش مريحة. قعدتها مش حلوه. الكراسي مرصوص على ما فيش ليفلز فانت والدنيا منورة اصلا. وقطط بتعدي. انا واهلي كنا بنروح في الصيف فعلا سينما مفتوحه، بس كنت احسب ان هي صيف وشتاء. كان في السفنكس والمصايف. دي سينما ريو في اسكندرية. سمعت عنها بصراحة. في المعمورة كان فيها سينما صيفي فدخلنا فيها سينما بوحة وما افتكرتش ولا حاجة لما خرجت من الفيلم لأن أنا نمت نوم هم لازم بيقعدوا يضحكوا عليا. يعني انت رحتي فعلا سينما صيفي قبل كده؟ رحت قبل كده. كان في سينما في المانيال. الناس اللي ساكنين قريب من سينما صيفي يتفرجوا على الأفلام ببلاش ويبصوا من البلكونة يتفرجوا على الفيلم. حنطور صح؟ أحلى حاجة في الدنيا كنت بعشقها. انا بحب حنطور ده جدا اصلا. كان منتشر في طنطا وأنا مولود في طنطا وكان جدي حبيب قلبي الله يرحمه كان على طول يركبني الحضرتك. بننزل نركب حنطور انا واخواتي لحد دلوقتي اصلا. يعني بشوفه كتير قوي خاصة على الكورنيش قريب من قصاد الأوبرا كده. كنت بتمنى لغاية ما حصلت إن أنا أقعد جنب الراجل كرباج ورا يا اسطى ده اللي هو. عمرك ما ركبتيه؟ لا. الولاد اللي هم كانوا اكبر مني شويه ما يسيبوش حنطور الا لما يتشعبطوا ورا يروح لاسع زيو على طول كده فالواد يتلسع يروح نازل. الكرباج كان بيجيب يعني ده كان بيجيب لورا للحنطور اللي وراه. يعني بشوف الخلايجة لما بتيجي مثلا في الصيف أو ناس أجانب هم اللي بتبقى تجربة ليهم وكده. او الراجل طبعا مش شايف عمره ما هيشوفهم ولا يحس بتقلهم لان هو اساسا ماشي يعمل كده والطرق ما كانتش يعني مستويه قوي. اخر مره ركبت الحنطور امتى؟ في مهرجان بورسعيد السينمائي. ضحكتي ليه؟ عشان ده كان اخر مكان اتوقع ان انا اركب فيه حنطور يعني الحاجه اللي كان نفسي اعملها ان انا ابقى واقف على السلمه بتاعه الحنطور اللي تحت خالص دي وانزل واجري جنبه واروح طالع زي بتوع الاقصر بلد. ما عملتهاش. دي جنينة. دي جنينة ايه؟
ده طبعا الجبلايه بتاعه الزمالك اللي بيسموها حديقه الاسماك، والجبلايه دي كانت بتتقال على جبلايه القرود اللي هي شبهها شويه في حديقه الحيوانات. ايوه دي جنينه الاسماك، التجويف تحت، بس انا ما رحتهاش. دخلتها مره او مرتين فقط ولوحدي عشان بس ما حدش يظن حاجه كده. ذكريات مش لطيفه قوي. ايه؟ سمعت عن حادثه حصلت فيه طفل صغير وقع في حاجه من الحفر اللي هي الحفر اللي موجوده دي. لما دخلت المغارات اكتشفت ان في احواض سمك، وده اللي انا ما كنتش اعرفه خالص، رغم ان الاسم يقول كده، بس انا من بره سمك ايه اللي يعني دي المفروض بتاعت قرود. حتى مش عارفه التجويف ده ايه وليه اسمها اسماك والمكان كده. مش عارفه دي حديقه ازاي هي مغاره علي بابا. تفتكري فين الاسماك؟ اكيد حاطينها في حته تانية بقى بره الجنينه. بره الجنينه اصلا الاسماك، ما الاسماك اكيد مش هيسيبوهم هنا، هيموتوا يعني. فين السمك؟ فلما دخلت طبعا شفت حاجات غير السمك كانت ممتعه اكتر من السمك اللي هم الحبيبه يعني وكده. بس كان في فعلا سمك يعني. طب بكل الاسئله دي ما فكرتيش تروحيها ليه؟ صح، عايزه اروح. ايه ده؟ ده في الشارع؟ انا عمري ما شفت الشكل ده في الشارع. دي تلاقيها في حاره صغيره ويعني ما تلاقيهاش في الشوارع الرئيسيه. كنت بشوف ده جنب بيت جدتي واحد واقف بره كده. اللي تحت رجله شبه بتاعه الحصان، دي حاجه لحيوان. تلاقيها في المناطق الشعبيه قوي. ظروف، وليه رجل وليه حديده وليه ايه ده البتاع ايه ده؟ لا كنت اقول مكوه. دي مكوه يا جماعه. يعني ده حاجه لبس وبيحط عليه حديده وبيقف عليها برجله علشان يعمل ايه؟ يكويها. انا قلت مكوه ومسموها مكوى، واضح مسموها مكوى رجل. ده رجل حرفيا يعني، ده بيبقى برجله بجد، مش مكوى رجل كاسم بس. الناس دي كانت بتتعب جامد قوي. ما اتعاملتش معاها الحمد لله، بس شفتها. هي تقول لها هتمشيها على القميص كده الكوى، يا الكوى يا الكعمش، لو انت مش فرده مش هتعرف تفرده تاني. شايفه الجزء اللي تحت ده اللي هو فوق القميص ده؟ ده حديد بالظبط. بيتسخن. طب رجله مش هتلسع؟ عشان كده حاطين الخشب. صح. مالها المكوى العاديه اللي بالكهرباء؟ هو ما كانش في كهرباء ساعتها ولا ايه؟ مش فاهمه. المكوى العاديه الصغيره دي بنقعد يعني، ولكن دي كانت تقولها يعني انا ما اعرفش بيدوسوا على برجليه ليه. هو صحيح مشي يا عم واظبط بايدك. خلاص ممكن نجربها. قمصان جوزي بصراحه عامله لي ازمه. جروبي يا حبيبي. ده جروبي الاسم طبعا، يعني عدى على في الافلام كتير بيقعدوا يقولوا جروبي بس يعني اكيد ما قعدتش فيه. عارفاه من الافلام والمسلسلات بس عمري ما رحت بصراحه. رحت طبعا ودخلته كذا مره، وبرده في ديتس وحاجات كده. يعني مثلا لو حد خارج في موعد او ديت يعني فبيقولوا في جروبي، بس اعتقد ادمت يعني. كانوا يدونا حاجه شبه جروبي شويه اسمها اكسليسيور. جروبي كان الاعلى منه شويه. عمرك ما جه في بالك كده تجربيه؟ الفرصه مش بتتاح ان انا اروح. الناس مثلا الناس القديمه، الناس الاكبر، مش عارفه يعني، كبير عليا مش قديم بس بس كبار فقط. هو ده بيبيع ايه بقى؟ بصي كل ما له علاقه بالمطعم الفرنسي. الاسم معروف طبعا جروبي. ده في وسط البلد. ميدان طلعت حرب. عربيه قديمه اكيد مش عارف اسمها ايه. ماشي، دي ايه؟ فولكس فاجن. العربيه البيتلز فولكس فاجن. عربيه ايه؟ بيتل. لا انا عارفه ان هم فرقه. الخنفسه اللي بيسموها الخنفسه. هي شبه الخنفسه فعلا. انا على فكره بهنك في الاسئله اللي هي السهل الممتنع ده. كنت بنبهر لما بشوفها وشكلها الغريب. الطاسات بتاعتها بدل ما تجنط العربيه فتشتري لها طاسات بتلمع وعليها اللوجو بتاع فولكس فاجن. ايه ذكرياتك مع العربيه دي؟ كان عندي ميداليه فيها العربيه دي. في اللي شبهها الميني، بحس انها شبهها قوي. ميني كوبر. بحس انها شبهها جدا. بس بيمشوا بيها، بيسوقوا بيها. يمشوا بيها. انا بشوفها مركونه، بشوفها مثلا تتعرض. السبعينات دي تقريبا صح؟ لا يا باشا، لا ده وانا كنت بدور عليها كان في حاجات 64. اهبد دلوقتي. يلا بينا. خمسينات فعلا. بجد؟ انا بهبد. ثانيه واحده، للي ما يعرفش الشنطه بتاعتها هي اللود والموتور ورا، ودايما فاتحين الغطا علشان تبرد. فندق، منتجع. حلوه منتجع دي. منتجع سياحي.
اوبا يا سلام. ده ايه الماريلاند ده؟ عدى عليا طبعا الاسم. في جنينه اسمها حديقه الميريلاند. عارفه المكان فين؟ لا يعني مثلا لو قلت لك انه في الهرم ماشي. اكيد لا، يعني ده على النيل صح؟ المنطقة دي بالشوارع الواسعة، يعني شارع الحجاز، لأنه بيوصل لغاية ميدان الحجاز. مصر الجديده، هايل. ودي برضو في مصر الجديده. ياه، المكان ده في روكسي في مصر الجديدة. ايه ده شجر في الميه. جابوا المايه دي كلها هو ده النيل؟ نيل في مصر الجديدة؟ مفيش نيل في مصر الجديده على حد ما عرفت. بحيره صناعيه. مظبوط. بجد ماشيه معايا حلاوه زي ما بيقولوا. وده الزي الرسمي اللي هو الاورنج ده، والناس كلها لابسه اورنج ليه؟ هي شكلها كده لحد دلوقتي. بس هو ده بعد ما جددوا ولا قبل ما يجددوا؟ يعني أنا فاكر قديمة الصورة دي. صح. ده هو الماريلاند أول حاجة عمل المراكب الصغيرة دي، أم بدال اللي بيركب فيها كذا حد. شكلها حلو قوي فعلا. شرفتني يا وليد في فلاش باك. ميرسي جدا، حلقة جميلة. والله أنا اللي اتشرفت بيك وانبسطت يعني تنشيط الذكريات دي حاجة ممتعة، وتحس إن أنت فعلا مش عايز تسيب المكان اللي أنت قاعد بتفتكر فيه الذكريات الحلوة. شرفتينا يا فلاش باك. انتي ذكرياتك في الشارع المصري مش كبيرة قوي برضو. كنت كتير بره مصر، ويعني وحتى لما بنزل مصر كنت بقى فاهم منبهره من كل حاجه، فكنت ببقى يعني كشه، بفضل اقعد في البيت اكتر. شرفتيني يا منار في فلاش باك. لازم تجربي حاجات كتيرة، بعيد تفكيري بقى في الاماكن دي تاني، بس تروحي بالحنطور. وبروح بالحنطور كمان.